دائما في إطار الوصفات السهلة والسريعة نقترح اليوم عليك خبز السميد والفرينة خفيف ماشي معجن وبلاد ليك، بالإضافة إلى طاجين الزيتون ولا طريقة تحضير الزيتون مرقة بخطوات سهلة وبسيطة وفي المقلة فقط. مرحبا بكم في قناتكم الوهرانية كويزين. نستأذنكم كالعادة ندخل بيوتكم وإن شاء الله نكون ضيفة خفيفة عليكم، نقدم لكم وصفات، نشارككم أفكار، نهمس لكم على حيل وتدابير مطبخية. الخبيزات اللي رايحين نحضروهم يجوا مثقبين من الداخل كيما راكي تشوفي، وصفة ناجحة بإذن الله. أما فيما يخص طاجين الزيتون المرقة خاطرة وعاقدة. بلا ما نزيد نطول على اختي كتر، واش رايك ندخلوا المطبخ ونحضروا الوصفات مع بعض؟ على بركة الله نبداو في تحضير وصفة الخبز، ورايحين نحتاجو كاس ما دافي، ملعقة كبيرة ونص خميرة خبز، ونصف ملعقة كبيرة من السكر. ملاحظة فقط حبيبتي بالنسبة لخميرة الخبز، أنا حضرت الوصفة هذه في البرودة، إذا حضرتيها هذه الأيام حطي ملعقة كبيرة فقط من خميرة الخبز. بالنسبة لحجم الكاس المستعمل 250 مليلتر. نخلط جميع المكونات اللي ذكرناها، بعدها نضيف كاس من السميد المتوسط أي دقيق متوسط. كما راكي تلاحظي رايحين نضيف السميد دفعة واحدة، نخلطوه ونغطوه ونخلوه مدة 10 دقائق. إذا كنت تشوفي القناة لأول مرة ولا خرجت لك بالصدفة تشوفي أنها تستحق المشاهدة وتستاهل تطلع، ما عليك حبيبتي إلا الاشتراك والبارتاج والضغط على زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات. هنا بعد 10 دقائق شوفيها كيفاش خمرت، وهذا هو شكلها. نضيف عليها ملعقة كبيرة من الزيت وربع ملعقة من الملح، نجمعوها بكاس من الفرينة. نعاود نذكر أنه حجم الكاس 250 مليلتر. رايحين نتحصلوا على عجينة طرية تلصق في اليد، وهذا هو القوام المطلوب. بلا ما نعجنها ولا ندلكها، فقط نشمخها بشوية ماء ونغطيها ونخليها مرة أخرى من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. نضيف عليها تقريبا ربع كاس من الماء. بعد ما نخلوها المدة اللي ذكرناها يكون هذا هو شكلها. هنا أنا خليتها 20 دقيقة. هنا ودايما بمساعدة الماء ندربها باليد نفس طريقة السفنج. نخليها 10 دقائق ترتاح، الوقت اللي نوجد الصينية، بعدها نقطعها. في الوصفة خلينا العجينة أول مرة ارتاحت 10 دقائق، من بعد ربع ساعة، من بعد 10 دقائق أخيرة. المقادير اللي عطيتهم لك يعطوك 4 خبيزات، أنا قطعت إلى 4 قطع، شكلتهم خبزات، رمتهم في السميد المخلط بحبة حلاوة وحطيتهم في صينية مدهونة بالزيت. نعطيك معلومة، دايما الخبز كي تحطيه في الصينية هذه الوصفة ولا غيرها ما تقرصيهش تمتم، لازم تخليه على الأقل 5 دقائق. بعد ما قطعت كامل الخبزات حطيتهم في الصينية المدهونة،
راني نقرص فيهم هنا. بعد ما ارتاحوا طبعا 5 دقائق رشيتهم بخليط السميد وحبة حلاوة لأنه عجينة طرية بزاف. نقرص الخبزات معناتها نفتحهم بأصابع اليد نشكلهم دوائر. غطيتهم خليتهم يخمروا، والآن نمر للوصفة الثانية. بالنسبة للزيتون نحتاج فيه بصلة مقطعة، ربع صدر دجاج مقطع، حبة بطاطا مقطعة شرائح، جزرة مقطعة شرائح، زيتون مغلي وثوم. في مقلاة نحط قطعة زبدة وشوية زيت والبصل المقطع، نقليهم شوية، بعدها نضيف عليهم الدجاج. الدجاج قطعيه قطع صغيرة حتى يسهل عليك الطياب وما يشدولكش الوقت بزاف. نضيفوا عليهم التوابل، نحطوا ملح، فلفل اسود، سكنجبير ورشة زعفران. تحضير الزيتون بهذه الطريقة من بين الوصفات الناجحة والسريعة اللي نعتمدها، يجي بنين كما ذكرت في البداية، مرقة خاطرة، وأيضا تحضريه بكل سهولة. نتمنى تعجبك الوصفة وتجربيها. بعد ما نضيفوا التوابل نحركوا مليح، نقلوا لثواني فقط. بعدها نضيف الجزر والبطاطا. شرائح الجزر والبطاطا لازم يكونوا رقاق، يعني الزرودية قطعيها رقيقة، والبطاطا أيضا. نحتاج أننا نطيبوا هذا الوصفة بسرعة، ما تنسيش أننا نطيبوا في المقلاة فقط. بعد ما نحطوا البطاطا أو الجزر لازم نحركوهم ونقلوهم لدقائق مع البصل والدجاج، هكا يمتصوا كامل هذيك البنة تاع الدجاج. راكي تلاحظي أنني راني نحرك هنا الجزر مع البصل والدجاج، وبعدها نضيف البطاطا أيضا ونحركها. في هذه المرحلة الطياب غادي يبدأ يدخل للبطاطا والزرودية لأننا رانا مقطعينهم رقاق. هذا قبل ما نزيدهم كاس من الماء الساخن، ما نكتروش الماء في الماكلة تجي صامتة. وكما قالوا ناس زمان، طيبي على الشمعة ومرقي بالدمعة، ومعناتها طيبي على نار هادية وما تكتريش الماء والسوائل في ماكلتك تجيك بنينة. هنا تقريبا وصفتنا راهي طابت. نضيفوا الزيتون المغلي، نكونوا غليناه من قبل. نتأكدوا أن البطاطا والزرودية طابوا، نضيفوا عليهم حبات الزيتون، تقدري ديري زيتون إيفيلي. أيضا نضيفوا شوية معدنوس وشوية توم مرحي. وكلمسة أخيرة راح نذكركم بتدبيرة كانوا أمهاتنا يديروها من قبل، وكنا نديروها أيضا في أطباقنا قبل الجبن المبشور والكريمة السائلة. المهم، عندك نصف كاس من الماء البارد زائد ملعقتين صغار من الفرينة ورشة كروية. نخلط مليح ونضيف هذا الخليط للزيتون وشوفي النتيجة وتأكدي بنفسك. ملاحظة، إذا دقتي الزيتون ولقيتيه ناقص ملح، ممكن هنا أيضا في هذا الخلطة تاع الفرينة تضيفي مكعب البنة جامبو ولا ماجيكو، المهم، ولا تزيدي الملح، زيدي التوابل اللي تحبيهم. أضفت الخليط، حركت بلطف، وتقريبا وصفتنا راهي جاهزة. الخبز ما صورتش المرحلة، لكن معروفة أنني بعد ما خمر طيبته في فرن مسخن من قبل، طيبته من تحت ومن بعد حمرته من الفوق.
شوفي هنا مجرد أنني حطيت العقدة بدات المرقة تعقد وتثقل. الخبز اللي حضرناه راه جاهز والزيتون أيضا. نتمنى تعجبكم الوصفات. شكرا على اهتمامكم. طبعا استمرار قناتي متعلق بكم وبتشجيعكم. ما تنسوش دعم القناة إذا تشوفوا أنها تستاهل الدعم. من الاجتهاد منكم التشجيع والقادم أحلى. سلام.